السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الكرام؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تحياتي ليكم من كل مكان. بحييكم من جميع بحيي كل الناس المتابعين عندي على القناة اولا، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. تحياتي لاخواتي الكرام، بحبكم في الله. النهاردة ان شاء الله هنشرح حاجة مهمة جدا. ازاي فئة الاعلانات كانت الاول بتظهر من على جوجل ادسنس، دلوقتي بقت تظهر من على استوديو يوتيوب. ان شاء الله هسيب لكم فيديو ازاي تدخلوا في الوصف على استوديو يوتيوب بطريقة سهلة من خلال التليفون. ان شاء الله استنوني، وما تنسونيش في لايككم الحلو وتعليقكم الجميل وتحياتي، وانتظروني بعد الانترو. تحياتي لاخواتي الكرام، يا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي الكرام؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين. تحياتي للجميع، تحياتي لكل الناس اللي بتسأل عليا. ما تحرمش منكم دايما يا رب، ولا تحرم دايما من سؤالكم دايما عليا. الله يبارك لكم. النهارده ان شاء الله بمشيئة الرحمن في ميزة جديدة اصبحت في استوديو يوتيوب من على الكمبيوتر. ان شاء الله هخلي لكم فيديو في الوصف هيعلمكم ازاي تدخلوا من على الاستوديو يوتيوب من خلال التليفون. في بداية الامر هننزل على كلمة اسمها الاعدادات. هنلاقي ميزة جديدة اصبحت معانا في الاعدادات اسمها فئات الاعلانات. فئات الاعلانات الاول كانت بتيجي من على جوجل ادسنس، بس دلوقتي اتعملت بقت تيجي من على استوديو يوتيوب، ودي بقت ميزة جميلة جدا وهنتعلمها ازاي مع بعض. نعمل دلوقتي كل حاجة فيها. بندوس الاول على فئات الاعلانات. بيجي الاول اول حاجة يقول لي عنوان URL. يمكنك حظر الاعلان المرتبط باعلانات بعناوين URL المحددة في هذا، ولا تريد عرض اعلان معين على قناتك. يعني بالتالي لو انا حد من اصدقائي، حد من حبايبي بيقول لي في اعلان كذا، اعلان وحش بيوصل باعلان سيء، اعلان اباحي بيجي عندي على القناة عندي، فبقول لي لصديقي انا ما بقولش ان انا ادخل على قناة انا، يعني انا ما افتحش قناتي من على اليوتيوب عشان ما تعمليش حاجة اسمها نقاط غير شرعية. فبقول له ابعت لي رابط الاعلان. فبنجيب بمعنى صح الاعلان ازاي. كمثال دخلنا على اليوتيوب على صفحة مثلا كدي، فبندوس يا دوبك بندوس على الاعلان، بيقوم فتح لي صفحة المعلن اهي. بيحمل معايا، فتح لي صفحة المعلن. بقوم واخد الجزء ده كده، ونقوم قايل له كوبي، ونقوم راجعين تاني لصفحة الاعلانات بتاعتنا ونقوم حاطين له كده لاصق كده. خلاص لو انا عاوز احظر الاعلان ده، لو حد من اصدقائي ولا حاجة بيقول لي ان الاعلان ده فيه شيء حاشا لله، شيء سيء، حاجات جنسية، اي حاجة من الحاجات اللي هي الحمد لله ضد الدين وضد الاخلاق وضد الاحترام. طيب دي حاجة، دي في بداية الامر. حسب بس اللي انا عملته. الحاجة التانية الفئات الاعلانية الحساسة. بيقول لي اهو الاعلانات بقى اللي عندي انا المحظوظة بمعنى صح عندي على القناة. انا لسه ما عملتش اي حاجة والله بما يرضي الله، وانا هعمل كل حاجة معاكم زي ما انتم شايفين اهو. اسمها الادوات بالنسبة للادوية والمأكولات والغذاء، ماشي دي كويسة. الاشعار الى الجنس دي اعوذ بالله لازم نعمل لها حظر اهو. بنعمل الحظر اهو،
على طول اتعمل الحظر في وقتها. حفظ. نرجع تاني للخطوة من اول وجديد، اي الاعدادات وفئات الاعلانات، ونيجي بعد كده ندوس على الفئات الاعلانية. ادينا حظر، الشراء السريع، السحر اعوذ بالله الاسود طبعا لازم يتعمل له حظر برضه. ماشي. السياسة دي طبعا ملناش علاقة بيها. الصحة والجمال ماشي. الألعاب، الأدوية ماشي. المحتوى المؤثر للعواطف ماشي. في بقى محتويات كتير ممكن تدخلوا تقروها انتوا بنفسكم، واللي تقروا بنفسكم تقوموا عاملينه. طيب، وفي حاجة اسمها تالتة اهي، الفئات العامة. يعني ايه الفئات العامة؟ لو انا هو كاتب لك ان حظر فئات الاعلانات تتوصل الى ارباح على قناتك، فبالتالي هنا هيجيب لي الاعلانات المحظورة عندي على القناة. كنا الاول الكلام ده بنعمله من على جوجل كروم بس. اليوتيوب دلوقتي اصبح اللي هو بيعملها دلوقتي من على استوديو يوتيوب. ما حبايب الكرام، ما تحرمش منكم واتحرم من كل حبايبي اللي سألوا عليا ودايما بيكتبوا لي كومنتات كويسة ليهم ومحترمين. فانا بكلمكم بما يرضي الله. اللي محتاج حاجة من اخوه احمد حافظ او من قناتكم اللي انتوا عملتوها اسمها كود تيوب، وانا بتعلم منكم دايما. فبعد اذنكم لو سمحتوا، اللي محتاج حاجة من اخو احمد، انا عامل روابط حاططها في وصف كل فيديوهاتي. اللي محتاج حاجة بس يدخل على اي وصف ويطلب مني اللي هو عاوزه، وانا هبقى تحت امره. مش هبخل على اي حد باي حاجة. اللهم صل على سيدنا النبي. بشكر الناس اللي من مصر اللي بتتابعني، وبشكر الناس اللي من الكويت والسعودية واليابان وطوكيو. ما تحرمش منكم دايما يا رب. وروسيا ما تحرمش دايما منكم. حبايبي اللي لسه ما يعرفونيش والفيديو قدامهم، ما ينسونيش في اشتراككم واللايك الجميل بتاعكم. وتحياتي لاخواتي الكرام. واي حد يطلب من اخوه احمد اي شيء، احمد هيبقى تحت امره وما تحرمش منكم. وكل عام وانتم طيبين وبصحة وسلامة دايما يا رب. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لاخواتي الكرام.